تحية طيبة لك، تحية طيبة للأخت الكريمة وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة هناك خبر يعني وصل إلينا أن إيران أبدت مرونة ما تجاه هذا الاقتراح المقدم من قبل باكستان، وستتم دراسة هذا الاقتراح. وكما أنه هو الشأن الأمريكي بشكل عام، إيران تريد السلام والسلم الإقليميين والعالميين. إيران كانت منفتحة على الحوار السياسي والدبلوماسية. إيران كانت يعني موجودة في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى فوجئت إيران بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على إيران. بالتالي نعم، عندما انفتحت هذه النار على إيران، إيران أخذت قرارا سياديا، والآن تنظر إلى الحرب بأنها حرب وجودية. وهذه مطالبة شعبية. أنتم تتابعون الآن داخل إيران بأن هناك ملايين من الناس يوميا في كل المحافظات الإيرانية بكل أطيافها وبكل ألوانها وبكل مذاهبها وأديانها الآن تخرج إلى الشوارع. اليوم فوجئنا بحضور لأول مرة يحصل أظن حتى في التاريخ البشري. عادة عندما يتم التحذير من الذهاب إلى بعض الأماكن التي قد تستهدف، نجد أن الشعب الإيراني يذهبون إلى هذه الأماكن بدل أن يجتنبوا منها. ذهبوا إلى محطات الكهرباء، ذهبوا إلى الجسور، شكلوا درعا بشريا. هناك يعني نحن الآن نرى نماذج لأول مرة تحصل في إيران، وهذا دليل على أن نحن أمام فعلا أمة حضارية لها تاريخها، لها ثقافتها، لها. مبدئيا إيران مستمرة بالحرب. مبدئيا القيادة العليا في إيران مستمرة بموقفها. إيران لديها هدف واضح. هذا الهدف ذكر عدة مرات على لسان عراقچي وعلى لسان المسؤولين العسكريين، بأن إيران ستستمر في هذه الحرب ولن تقبل أي مفاوضة ولن تقبل أي وساطة حتى تتأكد من الردع الكامل للعدو الأمريكي والإسرائيلي، بأن لا تتكرر هذه الحرب على إيران، بأن تكون هناك ضمانات دولية وإقليمية واضحة بأن لا تمارس العدائية ضد إيران، وأن ترفع كل العقوبات. إيران بعد تركت اللغة الدبلوماسية كليا، ونحن نعلم بأن هناك وساطات كثيرة حصلت سواء من العراق أو من مصر الشقيقتين، وسواء من دول أخرى وخصوصا عمان أيضا الشقيقة، والآن باكستان. وكانت هناك رسائل كثيرة، حتى هناك بعض الدول الأوروبية أرسلت رسائل، وكان بعض حتى غيرت لهجتها. بالنهاية كما يقول الإمام علي عليه السلام: أكبر العلم التجربة، أفضل العلم التجربة. إيران جربت. نحن سنوات نتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أطراف ضامنة دخلت، وهناك دول مختلفة شاركت في المفاوضات، وكانت هي تحاول أن تقرب وجهات النظر الإيرانية والأمريكية، وأن يبقى المسار السياسي هو سيد الموقف. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تخرج منفردة، تمزق. ترامب هو يعني يصرح ويفتخر بأنه مزق الاتفاق النووي. ترامب الآن يفتخر بأنه يقتل قادة دولة لها سيادة، ويفتخر بأنه فتح الحرب على إيران. ترامب هو يفتخر بأنه يدمر ويقتل ويهدد، والآن يريد. أولا هذه دعوة من ترامب، وهذه الدعوة يكذبها الأمريكيون. هم أمريكيون الآن، الديمقراطيون والجمهوريون والشعب الأمريكي يكذبون هذه الدعوة. لا، إيران هناك مشكلة واحدة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنها عقبة أمام المشروع الأمريكي في المنطقة. هو الخندق الأول والأخير في هذه المنطقة. لم تقبل بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي، ولم تقبل
بأن تتراجع من الحرب تجاه العدو الإسرائيلي. بالتالي أمريكا هذه هي العقبة الوحيدة التي تواجهها تجاه إيران، وقد صرحت كثيرا، وكل حتى هذا الملف النووي وتغيير النظام. وكذلك في البداية كان يهدد إيران ترامب بأنه إذا إيران أعدمت بعض الجواسيس بين قوسين أو بعض الذين كانوا يمارسون الإرهاب داخل إيران، بأنها تقتل وتدمر وتضرب. والآن كذلك لا، إيران ليست مصدر خطر. إيران هي التي دائما تريد السلم والسلام في المنطقة. إيران، رأس إيران الشهيد علي خامنئي أفتى فتوى واضحة بأنه يحرم صناعة القنبلة النووية. إيران لم تصنع ولم تشتري ولم تحتوي قنبلة نووية. أسلحة إيران أسلحة ردعية. نحن نطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وأي دولة تتهم إيران تبرز دليلا واحدا بأن إيران ذات يوم هاجمت على دولة ما أو دخلت إلى دولة ما عنوة أو استبدادا أو استكبارا. هذه ليست إيران التي تمارس الخطورة. نعم نعم، اسمح لي، أنت سألت سؤالين وأنا أجيب عن السؤالين. بالنسبة لي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدخل متى ما شاءت وتفتش متى ما شاءت، والمراقبون الدوليون دائما كانوا متواجدين في إيران، وكان لهم أجهزة تسجيل خاصة بهم، هم نصبوها في كل المفاعل النووية الإيرانية، هم وضعوا كاميرا الخاصة بهم، وهم كانوا يأتون ويفتشون. وكل التقارير الدولية الموجودة الآن في وكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تشير بأنه لا توجد أي مؤشر ولا توجد نوايا إيرانية لصناعة القنبلة النووية. هذه قضية منتهية منها. أما لماذا كانت إيران تريد أن تخصب اليورانيوم بالنسبة العالية؟ إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت هناك دائما حضور واضح، وكان هناك دائما تبرير علمي لماذا تريد إيران هذه النسبة العالية للأغراض السلمية، للصناعات الثقيلة، للطب ولغير ذلك. هذه المسألة الأولى بالنسبة للطاقة النووية. نعم، عندما تم استهداف في حرب 12 يوم الماضية، لما تم استهداف المفاعل النووية الإيرانية، وكان المفتشون، أنا أريد مشاهد الكريم يلتفت، كان المفتشون موجودون في طهران وكانوا في فنادقهم وفي غرفهم، وأمريكا جاءت وقصفت هذه المفاعل النووية. هنا إيران أغلقت الأبواب لأن الطاقة كل هذا الحضور الواضح الدولي في هذه المنشآت لم تضمن حق إيران لتخصيب يورانيوم. هذا أولا، غير أن هناك إشكاليات أخرى. أنا لا أريد أن أفتح هذا الملف بشكل كامل حتى أنتقل إلى السؤال الثاني. لا يوجد خطاب واحد، أختي العزيزة وأخي الكريم، لا يوجد خطاب واحد. وأنا في هذه القناة الكريمة أتحدى أن إيران هددت دولة عربية أو حكومة عربية. لا توجد. إيران كانت واضحة. إيران قبل عشرات السنين كانت تتحدث مع الدول العربية بأن هذه القواعد الأمريكية في هذه المنطقة تشكل خطرا إقليميا. لماذا هذه القواعد الأمريكية؟ من هذه القواعد الأمريكية تم استهداف ميناب. اسمح لي أنا أقول لكم شيئا في هذه القناة وأنا أستغل هذه الفرصة. البارحة كنت مع أحد قياديين المهمين في المنطقة، ولا أقول أي دولة، كان يؤكد على أن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من المنظومة الإنسانية والأخلاقية والدينية لكل هذه المنطقة. الشعب الكردي والمناطق الكردية هي مناطق نحن نعتبرها أيضا لنا وطننا ونحن نفتخر بها. لكن عشعشة الجواسيس الإسرائيلية والأمريكية في بعض هذه المناطق، ليس فقط في المناطق الكردية، نحن نعلم. وكان هناك اتفاق إيراني عندما بدأت إيران تستهدف كوملا في المناطق الحدودية الإيرانية العراقية، كان هناك اتفاقا إيرانيا وكذلك عراقيا لمواجهة هؤلاء. لكن أمريكا هي تعترف، هي تقول
نحن زودنا هؤلاء، وهذا تصريح البارحة لترامب، نحن زودنا الأكراد، وهو يستهدف. من الطبيعي، نعم نعم، أنا أقول لكم شيئا، من الطبيعي جدا في الحرب أن تكون هناك ضحايا، كيفما كانت هناك ضحايا متبادلة. وإيران لا تستهدف المدنيين، إيران لها خارطة واضحة، ولها خريطة المنطقة، وتعرف أين هناك جواسيس، وأين هناك المؤسسات الأمريكية أو الإسرائيلية التي تنطلق منها التهديدات تجاه إيران، وأين توجد الذين يريدون زعزعة الأمن حتى لو كان إيرانيا. أنا أقول شيء واضح، ألم تكن هناك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل هذا العدوان الأخير هناك محاولات لانقلاب في داخل إيران؟ ألم تواجه إيران الإيرانيين الذين تسللوا إلى إيران ويريدون فرض إملاءات الفرض الإملاءات الأمريكية؟ كانوا إيرانيين، كانوا أيضا من الدول المختلفة. إذا لاحظوا أحبائي، ولاحظوا عزيزتي، نحن أمام منظومة متكاملة من قوميات ومن مذاهب ومن أعراق مختلفة ومن دول مختلفة تقف في الخندق الأمريكي. وهناك أيضا، أنا أقول بصراحة، وهناك أيضا منظومة تقف مع المقاومة ومع المصالح هذه المنطقة من الأكراد والعرب وغيرهما. نحن أمام حرب مفتوحة علينا. من الطبيعي عندما تستهدف إيران بعض الأحيان مقذوفات تنزل في مكان خاطئ، بعض الأحيان تكون هناك أخطاء، بعض الأحيان